مناشرتنا بمسابقة دينية هي مسابقة ترتيل القرآن الكريم اللي شاركوا فيها تلامذة صغار من كامل ولايات الجمهورية. هات نسمعوهم مع بعضنا. تلامذة من مختلف الأعمار توافدوا من عدة مناطق في الجمهورية للمشاركة في المسابقة الوطنية لترتيل القرآن الكريم، وكان هذا اليوم بمدرسة النخلة والرابطة التونسية للقرآن الكريم. أول حاجة نحكيو على المسابقة إن شاء الله. اليوم عملنا الافتتاح متاع المسابقة، بدينا اليوم افتتحنا على بركة الله. كانت اليوم مركز تونس وكامل ال60 يكونوا في تونس، هما معناتها من الجمهورية التونسية الكل، ال60 الكل يعديوا على لجنة واحدة في تونس. رابطة الجمعيات القرآنية هي اللي الأم واللي ترعاهم معناتها من وتمدهم بالبرامج وتمدهم بالمراجع إذا كان عندهم فيها نقص، ولكن لا بأس الحمد لله. التلميذ تلقى دروس وتمارين من شيوخ في قواعد الترتيل والتجويد، واليوم هو اختبار لإمكانياته. دخلت أولا نقرأ عند شيخ في المدينة اللي نسكن فيها، علمني أسس التلاوة. بعديك يعني شرعت في الحفظ، علمني كيفاش نتمكن من القواعد وبدا يحفظ فيها بشوي بشوي. بالطبيعة فما شوية خوف، فما بحكم اللي أنا مشارك قبل نقص شوية على المرة الأولى. أنا مشاركت عامين هنا، أما العام الأول برشا، العام الثاني أقل، ما تو نحس في روحي مرتاح شوي. إن شاء الله أنا طموحاتي إني نحفظ القرآن الكريم كله، وإني نقري ونحفظ الأجيال القادمة. تلامذة ال60 هما أفضل صنف في الترتيل، باعتبار أنه التلميذ هنا يكون ختم ال60 حزب من القرآن الكريم، واليوم يواجه اللجنة باش تقيمه. هي الرابطة طبعا تسهر على منها تشجيع حفظ القرآن الكريم، وعلى الاتصال منها ببقية الجمعيات الموجودة داخل الولايات، وطبعا تشرف على وتشجع منها الحافظين والحافظات منها للقرآن الكريم، وتسند لهم بعض الجوائز. ما زالت تفصلنا أيام على شهر رمضان، وحفظ وترتيل القرآن أحسن ما يحضر له المسلم.